عامل عرضيات كويسه جدا. توفيق يحطها لأسامة، هيلعب العرضيه طولت جدا لكن لسه في الملعب. شيكابالا جوه ال 18 في وسط 3-4 لعيبه العرضيه، لكن ضربه جزاء. ضربه جزاء بان هنا في العاده. سيب طبعا كل الكلام ده في الاستوديو التحليلي زميلي الاعلامي كابتن ايمن حفني. ايمن حفني مش ممكن يا راجل، مش ممكن يا حفني، مش ممكن، بيضيعها بمنتهى السهوله. شفنا اللقاء اللي قبل ده 1-1 الجيش والدراويش 1-1، وحسني عبد ربه كان ممكن يعني يفوز الاسماعيلي ب3 نقاط، لكن ضيع ضربه جزاء راحت في العارضه. ونفس الكلام هنا ايمن حفني بيضيع ضربه جزاء، ده عايز يحطها في المقص فوق لكن بتطلع بره الملعب. عشان حفني استلم بقى دلوقتي بدون ضغط. حفني البينيه لاستانلي. استانلي لو لمس هوبا ضربه جزاء. ضربه جزاء بكل روح رياضيه جميله كده بيديها لاستانلي، حاجه طبعا معنويه حلوه جدا من اللعيبه والروح الجميله اللي موجوده مع بعض. هو الراجل عايز يرفع من روحه المعنويه والراجل يجيب جول. استانلي شفناه الهدف الرائع في مباراه الوداد، الهدف الثاني لنادي الزمالك كانت اتعملت استانلي مصطفى عبد الستار. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن بقى، ده اسمه كلام. ضربه الجزاء الثانيه يعني في اقل من 27 دقيقه بيضيع ضربه جزاء استانلي للمره الثانيه. نادي الزمالك النتيجه 1-0 للزمالك بهدف ايمن حفني، لكن حطها ضعيفه جدا وراح لها مصطفى عبد الستار، ضعيفه جدا جدا من استانلي. الراجل هنا كمان ده وقعت من ايده وكان ممكن يعمل ضربه جزاء ثانيه لو هنا خد رجل ستانلي، لكن كمل فيها ستانلي والله عشان يلحقها. لكن ضربه جزاء ثانيه، ضربتين جزاء في الشوط الاول.